دي من أجمل وصفات البطاطس، الماش بوتيتو مع الجريفي صوص. أول حاجة هنعمل البطاطس، قطعتها كده مكعبات علشان تتسلق معايا بسهولة وبسرعة. في حلة على النار حطيت فيها مية مغلية وشوية من الملح، وحطيت فيهم مكعبات البطاطس، خليتها تتسلق تماما، وقبل ما اهرسها لازم تكون دافية علشان تبقى ناعمة معاكوا زي كده بالظبط. بعد ما هرستها ضفت عليها شوية من الكريمة اللباني، ولو مفيش ضيفوا شوية من الحليب ومكعبين من الزبدة. كملت هرس كده وضفت عليها شوية من التوابل، ملح وفلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، وشوية من البابريكا. خلطت بقى كل التوابل كده مع البطاطس وبقت كده جاهزة. وعلشان اعمل الجريفي صوص حطيت 4 5 مكعبات من الزبدة على النار، وضفت عليهم معلقتين كبار من الدقيق. دوبت كده الدقيق مع الزبدة لغاية لما استوى بقى واخد لون الجولد. بعد كده ضفت عليهم شوية من التوابل، ملح وفلفل اسود وبصل باودر. قلبتهم مع بعض كويس، وبعد كده ضفت عليهم مكعبين من مرقة الدجاج مدوبين في مية مغلية، وممكن تستغنوا عن كل ده وتحطوا شوية من شوربة الفراخ. وفضلت بقى اقلب فيها لغاية لما خدت قوام تقيل شوية، يعني شبيه شوية لصوص البشاميل. لو خفيفة معاكوا ضيفوا شوية من الدقيق، ولو تقيلة ضيفوا شوية من الشوربة. وكده هتكون البطاطس جاهزة، هنضيف عليها كده الصوص، هتبقى بجد طعمها خطير وميكس بجد لا يقاوم. هستناكوا تجربوها بطريقتي وقولي رأيكم.